مساء الخير على كل من يشوف الفيديو. طبعا اليوم سويت غدا دجاج ذبح، يعني مو مجفف، فيحتاج وقت حتى يستوي. أول ما قعدت خليته على النار مثل ما تشوفون، أخليه يعني بدون مي بدون أي شيء. أقطع الدجاج وأخليه على النار وأخلي عليها البهارات والبصل وأعوفها لما تنحمس، بعدين أرجع أخلي عليها المي. وهسه جيت على المطبخ كالعادة، قعدة الصبح هوسة ولا كأني منظفة بالليل، فجيت أغسل المواعين. خليت الغوري على النار لما أغسل المواعين وأرجع أكمل الريوق. والغدا مثل ما تشوفون خليته على النار لأن يحتاج وقت. فأول شي من قعدت أول شي سويت هو الدجاج، خليته على النار. هسه بدأ يفور لحد ما ينشف المي وينحمس زين، بعدين أخلي له مي، يعني مي كثير على مود شنو يستوي. يحتاج يعني يبقى 3 ساعات هيج على النار حتى يستوي زين. مثل ما تشوفون هسه حمسته زايد. خليت عليه فلفل وكاري كركم ورقار ونومي بصرة وبصل طبعا، يعني أكيد. التمن سويته طبعا اليوم، ما أعرف جاء على بالي سويت تمن أصفر، فسويت تمن أصفر. فحمست الدجاج حمسته زايد. شنو هذا الدجاج الذبح ايش قد ينحمس زايد، يطلع المرقة مالته حيل طيبة تصير. اليوم غدانا هو تشريب مرق أبيض وتمن أصفر. جاء على بالي اليوم التمن الأصفر، ما أدري اشتهيت هيجي. طبعا الدجاج مثل ما قلت لكم يحتاج يعني سويان وقت طويل، فشنو أنا خليته من الصبح. أول ما قعدت خليته على النار لما كمل الشغلي، بعدين يعني كملت الغدا وخليته على النار تقريبا من 8 الصبح ل12:30 1 استوى. فمثل ما تشوفون هسه كمل الغدا، وسهمنا وسهمكم ألف عافية. أشوفكم بخير، مع السلامة.